الله الرحمن الرحيم. تانية إعدادي، بنكمل حل في كتاب الامتحان 2025 علوم الترم الأول. وصلنا لاختبارات الشهر الأول من كراسة التدريبات اليومية. هنحل اختبار 1 و2 و3. اختبار 1 صفحة 18. الفيديو الجاي إن شاء الله هنكمل حل الأسئلة. أكمل ما يأتي. 1. في الجدول الدوري الحديث المجموعة A تلي المجموعة 3A. في الجدول الدوري الحديث اللي بيلي 3A 4A، بينما المجموعة 2A تلي المجموعة 1A. يعتبر أكسيد المغنيسيوم من الأكاسيد القاعدية، لأن المغنيسيوم عنصر فلز وأكاسيد الفلزات أكاسيد قاعدية، بينما ثاني أكسيد الكربون من الأكاسيد الحامضية، لأن الكربون لا فلز وأكاسيد اللافلزات أكاسيد حامضية. العنصر X 12 ده عدده الذري، 24 ده عدده الكتلي، بيقع في الدورة A والمجموعة A من الجدول الدوري الحديث. عنصر في الجدول الدوري الحديث لازم نعمل له توزيع إلكتروني. عندنا العدد الذري 12، نوزع 12 2 8 2. عدد مستويات الطاقة بيدل على رقم الدورة. عندنا 3 مستويات طاقة KLM، إذن الدورة الثالثة. عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير بيدل على رقم المجموعة. مستوى الطاقة الأخير فيه 2 إلكترون، إذن دي المجموعة 2A في الجدول الدوري الحديث. معادلة A بيتفاعل مع A هينتج ثاني أكسيد الكربون CO2. الكربون C هيتفاعل مع غاز الأكسجين O2، فهينتج غاز ثاني أكسيد الكربون CO2. علل. الحجم الذري لعناصر المجموعة الواحدة يزداد بزيادة العدد الذري لزيادة عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات في الجدول الدوري الحديث في المجموعة. لما بنتجه من أعلى إلى أسفل، يعني بزيادة العدد الذري للعنصر، مستويات الطاقة في الذرة بتزيد، بالتالي حجم ذرة العنصر بيبتدي يزيد لزيادة عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات. اختر الإجابة الصحيحة. 1. أكبر العناصر التالية من حيث الحجم الذري عنصر Cl الكلور، ولا B الفوسفور، ولا Al الألمنيوم، ولا Mg المغنيسيوم. الأربع عناصر دول موجودين في الجدول الدوري الحديث في دورة واحدة، فهنحطهم في دورة واحدة. هنبدأ من يسار الدورة، نبتدي بالعدد الذري الأقل. العدد الذري الأقل 12، بيليه 13، بيليه B15، بيليه Cl 17. الحجم الذري للعنصر في الدورة لما نتجه من اليسار لليمين يقل الحجم الذري، إذن اللي أكبر في الحجم الذري موجود على اليسار اللي هو 12، فهنختار المغنيسيوم Mg عدده الذري 12. جميع العناصر التالية من أشباه الفلزات عدا، هنختار رقم ج البروم، لأن البروم نوعه لا فلز. أما التلاريوم شبه فلز، السيليكون شبه فلز، البورون شبه فلز. 3. تميل ذرات A إلى فقد إلكترونات غلاف تكافؤها أثناء التفاعل الكيميائي. عناصر الفلزات هنختار رقم ب الفلزات. عناصر الفلزات هي لما بتدخل في تفاعل كيميائي بتفقد الإلكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الأخير. 4. مين العالم اللي أطلق مصطلح العدد الذري على عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة الذرة؟ العالم موزلي. الاختيار رقم أ.
الشكل المقابل يمثل جزء من إحدى مجموعات الجدول الدوري الحديث. 1. العدد الذري للعنصر L يساوي كام؟ اللي بيسبق L في الدورة Y عدده الذري 11، واحنا ماشيين في الدورة من اليسار لليمين بنزود العدد الذري 1 صحيح، إذا Y 11 اللي بيليه في الدورة بنزود 1 صحيح، 11 12. العدد الذري للعنصر X يساوي كام؟ هنعمل توزيع إلكتروني للواي. الواي 11 توزيعه 2 8 1. كم مستوى طاقة؟ 3 KLM. اللي بيسبقه في المجموعة اللي هو X هنخلي مستويين طاقة فقط. ليه؟ علشان لما بنتجه في المجموعة من أعلى إلى أسفل مستويات الطاقة بتزيد 1، فبما إن Y 3 مستويات طاقة إذا X مستويين طاقة. نشوف توزيع X مستويين طاقة. مستوى الطاقة الأول K في الذرة بيكتمل ب2 إلكترون. لسه التاني X و Y بيقعوا في مجموعة واحدة في الجدول الدوري الحديث، وعناصر المجموعة الواحدة زي بعض في عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير، فبما إن Y مستوى الطاقة الأخير فيه 1 إلكترون إذا X برضو مستوى الطاقة الأخير فيه 1 إلكترون. استنتجنا إن X توزيعه 2 1، بنجمع 2 زائد 1 3. اختبار 2. اختر الإجابة الصحيحة. 1. يتشابه العنصران LI الليثيوم عدده الذري 3 Mg المغنيسيوم عدده الذري 12 في أنهما يقعان في منتصف الجدول الدوري الحديث، ولا في مجموعة واحدة، ولا في دورة واحدة، ولا الفائز. الليثيوم LI عدده الذري 3 توزيعه 2 1. مستوى الطاقة الأخير فيه 1 إلكترون إذن الليثيوم بيقع في المجموعة 1A. Mg المغنيسيوم عدده الذري 12 توزيع إلكتروني 2 8 2. مستوى الطاقة الأخير فيه 2 إلكترون إذن بيقع في المجموعة 2A في الجدول الدوري الحديث. هنختار الفائز. ليه اخترنا الفائز؟ لأن الفائز في الجدول الدوري الحديث بتشمل مجموعتين 1A و 2A. 2. عدد المجموعات التي تتميز أرقام مجموعتها بالحرف A في الجدول الدوري الحديث كام مجموعة؟ المجموعات اللي رقمها فيها الحرف A هي 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A. مفيش 8A. دول كام مجموعة؟ 7. هنختار 7 من 1A ل7A. 3. عند زيادة العدد الذري في الدورة الواحدة. في الدورة بزيادة العدد الذري معناها لما بنتجه من اليسار نروح لليمين. هيحدث ايه؟ الحجم الذري بيقل، ولا السالبية الكهربية بتزيد، ولا الصفة الفلزية بتقل؟ جميع ما سبق. كل ده بيحصل في الدورة في الجدول الدوري الحديث بالاتجاه من اليسار لليمين. حجم الذرة بيقل وبالتالي السالبية الكهربية بتزيد، لأن بين الحجم الذري والسالبية الكهربية علاقة عكسية. كمان الصفة الفلزية بتبدأ تقل علشان بيبدأ ظهور اللافلزات. 4. الصفة اللافلزية بتزداد ولا بتقل ولا لا تتغير ولا تتساوى في نفس المجموعة كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل. في الجدول الدوري الحديث في المجموعة دي مجموعة، لما بنتجه في المجموعة في الجدول الدوري الحديث من أعلى إلى أسفل الصفة اللافلزية بتبدأ تقل. هنختار تقل، على عكس الصفة الفلزية بتبتدي تزيد.
عنصر X يتحد مع الأكسجين مكونا مركب صيغته X2O3 يوجد في الدورة الثالثة في الجدول الدوري الحديث. احسب العدد الذري لهذا العنصر. نشوف الصيغة X2O3. الاتنين دي تكافؤ الأكسجين لأن الأكسجين تكافؤه ثنائي. إذا التلاتة دي تكافؤ الإكس. استنتجنا إن العنصر إكس تكافؤه ثلاثي التكافؤ. الدورة الثالثة هنرسم 3 مستويات طاقة K L M. مستوى الطاقة الأول K في الذرة بيكتمل ب2 إلكترون، الثاني L بيكتمل ب8 إلكترون. لسه عايزين نعرف الثالث M فيه كام إلكترون. العنصر ده هو فلز لأنه هيتفاعل مع الأكسجين، هو عنصر فلز، بالتالي هيفقد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير، وهو تكافؤه ثلاثي يعني بيفقد 3 إلكترون. معنى كده مستوى الطاقة الأخير فيه 3 إلكترون. استنتجنا أن العنصر توزيعه 2 8 3. بنجمعهم على بعض. العدد الذري للعنصر بيساوي 2 زائد 8 زائد 3 بيساوي 13. أكمل العبارات التالية. 1. العنصر الذي يحتوي مستوى طاقته الرابع على إلكترونين يقع في الدورة كام والمجموعة كام بالجدول الدوري الحديث؟ قال لي مستوى الطاقة الرابع، هنا طبعا الرابع هو الأخير، معنى كده الذرة فيها 4 مستويات طاقة، 4 مستويات طاقة، إذن دي الدورة الرابعة. قال لي الأخير اللي هو الرابع فيه 2 إلكترون، 2 إلكترون، إذا العنصر ده بيقع في المجموعة 2A في الجدول الدوري الحديث. عنصر X بيقع في الدورة الثانية والمجموعة الصفرية، فإن العدد الذري للعنصر الذي يسبقه في نفس الدورة كام والذي يليه في نفس المجموعة كام. نشوف الأول العنصر X. قال لي X بيقع في الدورة الثانية والمجموعة الصفرية. الدورة الثانية فبنرسم مستويين طاقة K و L. المجموعة الصفرية يعني ده عنصر خامل، والعناصر الخاملة مستوى طاقتها الأخير مكتمل بالإلكترونات، إذا L هنا هو الأخير مكتمل بالإلكترونات فيه 8 إلكترون. وإحنا عارفين إن مستوى الطاقة الأول K في الذرة بيتشبع ب2 إلكترون. استنتجنا إن العنصر X توزيعه الإلكتروني 2 8 يعني عدده الذري 10. X عدده الذري 10، فإن العدد الذري للعنصر الذي يسبقه في نفس الدورة 9. بيسبقه في الدورة بنقص العدد الذري 1، 10 سالب 1 9. عايزين نحسب العدد الذري للعنصر اللي بيليه في نفس المجموعة. عنصر بيليه في المجموعة يعني أسفله في المجموعة، فبنرسم 3 مستويات طاقة، لأن في المجموعة لما بنتجه من أعلى إلى أسفل مستويات الطاقة بتزيد 1. الأول K بيكتمل ب2، الثاني L بيكتمل ب8. العنصرين دول بيقعوا في نفس المجموعة، يعني زي بعض في عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير. بما إن X مستوى الطاقة الأخير فيه 8 إلكترون، إذا العنصر اللي بيليه في المجموعة برضو فيه 8 إلكترون. إذا اللي بيليه في المجموعة توزيعه 2 8 8. بنجمع 2 زائد 8 زائد 8 يعني 18. أصغر العناصر حجما ذريا الفلور، وأكبر العناصر حجما ذريا السيزيوم. يعتبر أكسيد المغنيسيوم من الأكاسيد القاعدية،
لأن المغنيسيوم عنصر فلز، وأكاسيد الفلزات أكاسيد قاعدية، بينما ثاني أكسيد الكربون من الأكاسيد الحامضية، لأن الكربون عنصر لا فلز، وأكاسيد اللافلزات أكاسيد حامضية. اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الماء. المعادلات مهمة جدا في الامتحان، نركز عليها. هنا عايزني أكتب معادلة تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الماء. ثاني أكسيد الكربون CO2 زائد هيتفاعل مع الماء رمزه H2O. هينتج من تفاعلهم حمض الكربونيك. حمض الكربونيك صيغته H2CO3. اختبار 3. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. 1. اكتشف العالم. مين العالم اللي اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية في الذرة؟ العالم الدنماركي بور. هنختار بور. عناصر المجموعة 3B بتتبع الفئة S ولا B ولا D ولا F؟ العناصر اللي رقم المجموعة فيها الحرف B هي العناصر اللي بتقع في وسط الجدول الدوري الحديث، والعناصر اللي في وسط الجدول الدوري الحديث دي عناصر الفئة D. هنختار D. العنصر الذي يقع في الدورة الثانية والمجموعة 3A يكون عدده الذري كام؟ الدورة الثانية هنرسم مستويين طاقة. المجموعة 3A يعني مستوى الطاقة الأخير اللي هو التاني فيه 3 إلكترون، ومستوى الطاقة الأول كيف الذرة بيكتمل ب2 إلكترون. استنتجنا إن العنصر توزيعه 2-3، بنجمع 2 زائد 3 5. عند تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك بيتصاعد غاز ايه من دول؟ طبعا المغنيسيوم بيحل محل الهيدروجين بتاع حمض الهيدروكلوريك. هيدروكلوريك فيه هنا هيدروجين، فالهيدروجين بيخرج لوحده يتصاعد في صورة غاز الهيدروجين H2. هنختار H2. الشكل المقابل يمثل إحدى دورات الجدول الدوري الحديث. 1. ما رقم الدورة التي أمامك؟ في عنصر اللي هو العنصر B مديني عدده الذري 12. هنعمل توزيع إلكتروني 2-8-2. عدد مستويات الطاقة بيدل على رقم الدورة. هنا التوزيع 2-8-2 KLM 3 مستويات طاقة. إذن دي الدورة الثالثة في الجدول الدوري الحديث. اذكر الحرف الذي يدل على أكبر العناصر في الحجم الذري. دي دورة. في الدورة لما بنتجه من اليسار لليمين بيبدأ الحجم الذري يقل الحجم الذري. إذن أكبر واحد في الحجم الذري اللي هو على اليسار. في اليسار هنا في إيه؟ إذن الحرف إيه. أما أصغر واحد الحرف إيه. ده علامة صح وعلامة خطأ. 1. يمكن تحديد الحجم الذري بمعلومية نصف قطر الذرة. العبارة صح، والعلماء بيقيسوا حجم ذرة العنصر بمعلومية نصف القطر الذرة. 2. يذوب غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء مكونا حمض الكبريتيك. العبارة خطأ، إن غاز ثاني أكسيد الكربون لما يذوب في الماء بيكون حمض الكربونيك. المحلول الناتج عن ذوبان أكسيد المغنيسيوم في الماء يحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء. العبارة خطأ. ليه؟ لأن أكسيد المغنيسيوم لما يتفاعل مع الماء بيكون هيدروكسيد المغنيسيوم، وهيدروكسيد المغنيسيوم ده قلوي، والقلويات بتزرق ورقة عباد الشمس الحمراء. تبدأ أي دورة من دورات الجدول الدوري الحديث
بعنصر فلزي قوي العبارة صح. ليه؟ لأن بداية أي دورة من دورات الجدول الدوري الحديث هو عنصر من عناصر المجموعة 1A، والمجموعة 1A بتحتوي على فلزات الأقلات اللي هي فلزات نشطة جدا كيميائيا أو فلزات قوية. آخر سؤال، علل. يزداد الحجم الذري في المجموعة الواحدة من أعلى لأسفل. السؤال ده حليناه في اختبار واحد لزيادة عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات، لأن في المجموعة في الجدول الدوري الحديث لما بنتجه من أعلى إلى أسفل عدد مستويات الطاقة في الذرة بيزيد، بالتالي حجم الذرة بيزيد.